الوطني والمنتخب الأولمبي يواصلون معسكرهم الإعدادي لبطولة غرب آسيا التي تقام في بغداد وكربلاء، والمنتخب يواصل معسكره في العاصمة المصرية القاهرة. يواصل المنتخبين الأولمبي والأول معسكرهما التدريبي بالعاصمة المصرية القاهرة بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما، والتي تقام في مدينتي بغداد وكربلاء في العراق خلال الفترة من 12 وحتى 20 من يونيو القادم بالنسبة للمنتخب الأولمبي، ومن ثم مباراة المنتخب الأول وديا أمام مضيفه الماليزي في 20 من الشهر ذاته. وكان اتحاد كرة القدم أقر في وقت سابق تكليف الجهاز الفني والإداري والإعلامي للعمل مع المنتخب الأولمبي بمعسكر مشترك، باعتبار الأولمبي هو نواة المنتخب الأول مستقبلا. وبمناسبة عيد الوحدة 22 من مايو أقامت بعثة المنتخب حفلا في فندق إقامة البعثة، حضره النائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس حسن باشنفر، والمدير الفني للمنتخب الكابتن ميروسلاف سكوب، والبرلماني المصري حسام عاشور، والمستشار الإعلامي لرئيس اتحاد كرة القدم الزميل فؤاد البرطي، والكابتن محمد راوح نجم المنتخبات الوطنية سابقا. وهنأ لاعبون وجهازهم الفني والإداري قيادة الاتحاد ممثلة بالشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد، ومنهم إلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على بلادنا وشعبنا بالخير والسعادة والأمن والسلام، تحقيق الإنجازات والمنجزات.